يا مساء الفل عليكم وحلقة جديدة وبودكاست الكتابة فكرة. وحلقة العودة بعد رمضان، خدنا اجازة شوية ورجعنا بعدها، واول فيلم هنرجع عليه هو فيلم العيد سيكو سيكو، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، احمد عبد الحميد، باسم سمرة، ديانا هشام، وطارق عماد. التأليف لمحمد الدباح والإخراج لعمر المهندس، فأول تجربة سينمائية ليه بعد إخراج مسلسل بالطو. أحداث سيكو سيكو بتدور حوالين سليم ويحيى اللي بتجمعهم درجة قرابة، لكن بينهم مشاكل ومش بيحبوا بعض من زمان، وبيعرفوا إن عمهم سايب لهم ميراث. لكن في الوقت اللي بيجوا يستلموا فيه ورثهم ده، بيكتشفوا إن عمهم سايب لهم مفاجأة مش متوقعة هتخلي استلام الورث ده صعب ومحتاج مخاطرة كبيرة منهم. إيه هي المخاطرة دي؟ وهل هيقدروا في الآخر يوصلوا لورثهم كامل؟ ده اللي بنشوفه في خلال الأحداث. الفيلم الآراء اللي اتقالت عليه إيجابية جدا، ومن وجهة نظري إن الفيلم يستحق فعلا كل الآراء الإيجابية دي. خلينا نقول إن الفيلم فيه مميزات كتير وفيه كمان رسائل إيجابية. البناء اللي شفته لشخصيات يحيى وسليم، وبالتالي البناء ده خلى موافقتهم على خوض مغامرة استلام الورث منطقية وتصدقها. وكمان تصميم الشخصيات كان معمول حلو وبشكل منطقي. في أفلام كتير تصنيفها الكوميدي بيخليها تدي تصميم الشخصيات مسحة زايدة من إنها تبقى شخصيات كاريكاتورية، أو إنها تكون شخصيات هزلية وبتعمل حاجات مش منطقية وفي الآخر بتعدي علشان ده فيلم كوميدي. وبالمناسبة ده ما بيبقاش غلط، ده عادي في الأفلام الكوميدية، بس في أوقات رسم الشخصيات بيكون معمول بشكل هزلي زيادة فما بيبقاش متأسس لوجودها. إنما هنا الكوميديا اللي خارجة من رسم الشخصيات منطقية ومتأسس لها حلو ولايقة على الشخصية بتاعتها. والكوميديا اللي بتطلع من الشخصية ما بتبقاش هزلية على قد ما هي بتبقى طالعة من تفاصيل الشخصية نفسها، زي ما شفنا في الشخصية اللي عملها أحمد عبد الحميد والشخصية بتاعة تاكس. الكوميديا في الفيلم بشكل عام حلوة جدا. السيناريو اعتمد على المواقف الكوميدية أكتر من الإفيهات، وتصميم المواقف دي كلها كان حلو، وكان فيها ميزة إنها مش متكلفة. يعني موقف تحس إنه ممكن شخص يتحط فيه عادي، زي موقف اللواء وائل وهو بيهدد سليم إنه وافق على جوازته من بنته علشان خاطرها هي، إنما هو مش مقتنع بيه. مشهد بسيط ما فيهوش إفيهات، ومع ذلك كل لحظة في المشهد ده كوميدية جدا وسلسة، وما تحسش إن في محاولات لحلب الكوميديا. والمشهد معمول بمنتهى البساطة، وفي نفس الوقت المشهد ما فيهوش لحظة ما بتضحكش. برضو من الحاجات الكويسة جدا في السيناريو إن تطور العلاقة بين الشخصيات كان منطقي ومبرر. في الكوميديا إنك تحط شخصيتين عكس بعض ويكملوا مع بعض ويبقوا مجبرين يفضلوا مع بعض للآخر، دي من تيمات الكوميديا، رحلة الأشخاص اللي بيفضلوا مع بعض على الرغم منهم، وبيبقى معروف إنهم في الآخر مش هيقدروا يستغنوا عن بعض. ده اتعمل بشكل سلس جدا. العلاقة بين يحيى وسليم اتطورت بشكل منطقي، وما كانش التطور اللي يخليك تتقفل وتقول ايه ده هم حبوا بعض ازاي كده وازاي بقوا قريبين من بعض كده. لا، هو خلى العلاقة انهم فهموا بعض وحسوا انهم مكملين بعض، وان صلة الدم اللي ما بينهم تستاهل انهم يدوا بعض فرصة يحلوا الخلافات. والسيناريو قدر يبعد عن كليشيهات كتير، خصوصا في علاقة الحب بتاعة سليم وغادة. في كليشيه كده بيحصل في الجانب الرومانسي بيبقى جوه اي عمل كوميدي، بس السيناريو تجنب الكليشيه ده واهتم أكتر بمنطقية الحدوتة. برضو من الحاجات اللي تستحق التقدير فعلا هي اسم الفيلم. اسم فيلم سيكو سيكو رغم إنه هو اتقال في وسط الأحداث كتير، في أوقات كتير لما بيتقال اسم الفيلم وسط الأحداث بتحس الموضوع مقحم قوي وتحسه دمه تقيل، بس هنا اتعمل صح قوي. اسم الفيلم اتحط صح قوي في الأحداث، وأول مرة اتقال اسم الفيلم على لسان أحد أبطاله اللي هو سليم كان اختيار موفق جدا، وكان المشهد حلو قوي، لأن الاسم لما يطلع من الشخصية دي بالذات في المشهد ده بالذات كان منطقي جدا. فأنت بالتالي ما حسيتش إن خروج الاسم بتاع الفيلم خلال الأحداث على لسان البطل بالشكل ده ما حسيتوش مقحم خالص، بالعكس كان منطقي إنه يطلع من الشخصية دي. فدي من الحاجات اللي احترمتها جدا وقدرتها جدا في فكرة إن الاسم اتقال، وفكرة إن الفيلم اتسمى سيكو سيكو. على مستوى الإخراج بقى، عمر المهندس ودى الفيلم بشكل حلو قوي إخراجيا، إن المواقف الكوميدية تطلع بصورة شكلها حلو وبتضحك، زي مشهد النط من البلكونة على الكوبري، ده اتعمل حلو قوي. وزي ما قلت لكم من شوية المشهد بتاع اللواء وائل وسليم. عمر المهندس في تجربته الإخراجية السينمائية الأولى أثبت إنه هيبقى من المخرجين الكويسين جدا الفترة اللي جاية. طه دسوقي ملعبه الكوميديا الهادية، وعرف يعمل ده من تعبيرات وشه وردود أفعاله بمنتهى الدقة، وعمل ثنائية هايلة مع عصام عمر
اللي عمل شخصيته حلوة قوي وطلع منها كوميديا حلوة، والتحول اللي حصل لها في الآخر برضه قدر يعكسه كويس جدا وكان مقنع. ورغم إن شخصية عصام عمر في الفيلم ده فيها شبه شوية من شخصيته في نص الشعب اسمه محمد، المسلسل اللي كان في رمضان، من حيث إنها شخصية دنيئة والكلام ده، بس هنا هو عملها بشكل مختلف وأداء مختلف، وده يحسب جدا لعصام عمر. علي صبحي وأحمد عبد الحميد شخصياتهم اتعملت حلوة قوي وطلعوا منها كوميديا حلوة جدا. باسم سمرة خرج من عباية عيسى الوزان وقدم شخصية الضابط بشكل مختلف، وكان مديك إحساس التوتر منه طول الوقت، والصراحة كان أداء هايل. ورغم إن هو ما قالش إفيهات وما كانش بيحاول يضحك، لكن دخوله في الكاركتر بالطريقة دي وسط الأحداث اللي بتحصل خلى شخصيته بيطلع منها تلقائي كوميديا من غير ما هيبة الشخصية تروح. الفريق بتاع سليم ويحيى كان حلو جدا، صحيح مشاهدهم قليلة بس كلهم كانوا بيضحكوا جدا وأداءاتهم الكوميدية كانت هايلة. ديانا هشام وطارق عماد مساحتهم كأدوار ما كانتش كبيرة، بس هم أدائهم كان كويس، خصوصا ان كل واحدة فيهم كان ليها ماستر سين في الفيلم، بس الاتنين عملوه حلو قوي. كل ده كمان والفيلم كان فيه عامل مهم قوي بالنسبة لي، انه فيلم كوميدي ماشي بمغامرة لأبطاله وبيحصل فيها تصاعدات في الأحداث، ووسط المغامرة في حاجات بتضحك، مش زي بعض الأفلام اللي بتعتمد ان هي أفلام كوميدية فبيبقى القالب بتاعها عبارة عن سكتشات بمواقف مع ضيوف شرف. لا، الموضوع هنا مختلف، حتى وجود ضيوف الشرف كان وجود مؤثر وليه معنى. يمكن السلبية الوحيدة بالنسبة لي في الفيلم ده هو إن شخصية محمود عزب انتهت بسرعة. الشخصية دي كانت حلوة قوي وكان نفسي إن هي تكمل، فعشان كده حسيت إن دي سلبية، إن أنا حسيت إن أنا ما شبعتش من الشخصية دي، لكن الشخصية دي كانت حلوة والمشهد ده كله كان رائع. واللي كان ضمنه المشهد بتاع العرب اللي ظهر جزء منه في الإعلان. المشهد في الإعلان بيضحك قوي، لكن هو في الفيلم بيضحك أضعاف مضاعفة، مشهد من أكتر المشاهد اللي ضحكت فيها في الفيلم. لما بقى نتكلم هنا كبودكاست، احنا هنا متعودين ان احنا بنطلع برسالة من الفيلم، وده مش عمق، بس هي السينما زي الحياة بيبان من اللي بيحصل فيها حاجات ممكن نشوفها كرسائل. فالفيلم هنا رغم انه فيلم كوميدي خفيف، بس كان فيه رسالة بانت في الاخر انا شفتها، ان في اوقات كتير لو بصيت لحاجة حصلت في حياتك وحشة بتقول انا حياتي اتبهدلت او باظت من اللي حصل ده، بس لو ركزت لحظة في اللي حصل وفاكر انه بوظ لك حياتك ممكن تلاقيه كان احسن ليك. هتلاقي في حاجة حلوة حصلت منه ما كنتش هتوصل لها لولا اللي حصل. يعني تقابل شخص يبقى أهم حد في حياتك، أو تقابل صاحب، أو تكتشف حاجة عن نفسك واللي حواليك، وممكن تبقى بعدت عن شر وانت ما تعرف. الخلاصة إن دايما اللي بيحصل للإنسان حتى لو كان من بره شكله متعب، بس أكيد هتلاقي فيه رحمة من ربنا. وحتى لو حسيت إنك مش شايف ده، خليك متأكد إن ربنا بيعمل لك الأحسن. الفكرة دي بتهون وبتخليك دايما تقدر تكمل. دي رسالة كده اللي اتفرج على الفيلم ونهايته هيفهمها وهيقدر ان هو يركز فيها اكتر. وبمناسبة نهاية الفيلم بدون حرق كده، انا بعتبرها من اذكى النهايات اللي اتعملت، عشان قدرت تطبق مبدأ الثواب والعقاب، وكمان حافظت على انها هابي اند، نهاية مخلصة قوي للمنطق وبرضه مخلصة للفيلم انه فيلم خفيف، فكانت ماشية مع المود العام للفيلم، مش زي بعض الافلام اللي بتبقى كوميدية وتحس ان النهاية قلبت دراما شوية. لا، هنا النهاية كانت ذكية عشان عملت توازن. أنا قدرت إن أنا أكون نهاية بتضحك أو نهاية لذيذة، وفي نفس الوقت كنت مخلص لبعض المنطقية اللي كان المفروض تبقى موجودة في النهاية واللي هي فعلا حصلت. فيلم سيكو سيكو فيلم ذكي، عارف هو عاوز إيه وقدمه صح، وعرف إزاي يعمل توازن إنه يكون فيلم خفيف وفي نفس الوقت ما يقعش في فخ التفاهة. الفيلم يستحق تقييم 9.5 من 10 من الأفلام الحلوة اللي تستحق المشاهدة، وتستحق انك تروح تتفرج عليها في السينما علشان تجربته في السينما مختلفة، وهتحس انك متفاعل اكتر مع المشاهد من تفاعل الناس اللي بتتفرج. كده حلقتنا خلصت عن فيلم سيكو سيكو. مستنيكوا تقولوا لي تحبوا تشوفوا ثنائية عصام عمر وطه دسوقي في اعمال تاني ولا لا، او تحبوا تشوفوها درامية ولا كوميدية. مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب او نتناقش على فيسبوك، اكس، تيك توك، وتابعوني على الانستجرام. واستنوا الحلقات اللي جاية من بودكاست الكتابة فكرة، وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.